Yang itu, yang tiang itu mau. Ini Pak ini, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا نلنا المنى زال العناء وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا. نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عينا. هذا جمال المصطفى أنواره لحدنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الحنا والدهر
نلنا المنى زل العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر عد حمولنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا هنوب باسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد حمنا هم عظيم وكل شيء حمنا يا هنا باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله عنا أذيل ما قد نزل من فضيح الخاطب شديد قل يا عظيم أنت العظيم قد حمنا هم عظيم وكل شيء حمنا يا هنا باسمك يا عظيم الرسل يا سندي تباب الله معتمدي
أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضرين غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشر خير من فوق ثرى أثرى طاهر الأخلاق وشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيد الدراء الحبيب علي الحبسي. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
السلام عليه السلام على المظلل بالغمامة صلى الله عليه. السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العنام نوالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتداهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا. غضته العيون بمجتلاته بشر الكامل يزيد الضلالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان. الله عليه انتشر منه في العالم البطون والظهور
ما ملأ الوجود الحلقي النور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدا وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه. صلى الله ويكتب عليه. بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدر، وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر،
فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يذكر في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الآن جمعان ما بدا نور الكواكب. صلاة الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآن جمعان فبدا نور الكواكب. أقبل سعد علينا والحنى من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. أشرف الرسل الأطائب وتأم الآن جمعان ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خافية في حال الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل غياهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل
شكر على ما قد حبنا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب من توجعنا وبابك ما رجع من ذاك غائب واغفر ذنب عبد قد عزى نحوك تائب والله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله حتى عليه وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المخاوف
آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فمنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب الظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله وخروجه عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن مختار جد الحسن. الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن مختار جد الحسن يخطر على قلب الكدر والحزن قلب الكدر والحزن وانا معي خير خلق الله جد الحسن جد الحسن. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جد الحسن مختار جد الحسن حبيب قلبي الذي حبه بقلبي سكن حبه بقلبي سكن إذا ذكرته وأنا مشجون
زال الشجن مشجون زال الشجن الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار جاد الحسن مختار جاد الحسن وهو سروري وراحة خاطري والبدن خاطري والبدن بالله كرر علي ذكره وغاترف وغان ذكره وغاترف وغان الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار جاد الحسن مختار جاد الحسن كرر سجاياه والخلق الجميل الحسن خلق الجميل الحسن لفيه مشهد قوي كامل مع حسن ظن كامل مع حسن ظن الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا رب صل على المختار جاد الحسن مختار جاد الحسن يا ربي صل على المختار جاد الحسن يا ربي صل على المختار جاد الحسن يا رب الأرباب يا جزل العطاء والمنن يا ربي صل على المختار جاد الحسن بلغ علي كل ما يطلب وكله ثمن يا ربي صل على المختار جاد الحسن واجمعه بالمصطفى خير الورى المؤتمن يا ربي صل على المختار جاد الحسن واجمعه بالمصطفى خير الورى المؤتمن يا ربي صل على المختار جاد الحسن ينظر بعينه إلى الوجه الجميل الحسن يا ربي صل على المختار جاد الحسن ينظر بعينه إلى الوجه الجميل الحسن يا ربي صل على المختار جاد الحسن يا ربي صل على المختار جاد الحسن يا ربي صل على المختار جاد الحسن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة
من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لهما بالشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على Muhammad. Ma'alul qiyam dok naik berkah, semua tempat berkah, semua tempat berkah. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asya ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور القلب تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا هلا المثاني فهزاروا اليوم لغرد واستضيئوا بجبال فانغفر حسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بساعدين مستمرين ليس ينفاد
أضاء جماع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد الله جل أن يخصو راه العد الله ذهب نبي وجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي رسول الله أغلى بك النبي كان السعاد وبجاهه إلهي جد وبلغ لما مصاد طلع المدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا مدى لله واهدنا غجا سبيلي كي به ناس عدوى ورشاد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ماشي كما ما أجمع المولد يجل الكروب ماشي كما ما أجمع المولد يجل الكروب ذا وقت توباتك يا العاصي إذا بتتوب ذا وقت توباتك يا شارد إذا بتأوب ذا جمع لا شك تغفر به جميع الذنوب في جاه خير الورى الهادي حبيب القلوب حبيبنا لي تعكاته يفك العصوب هو شمسنا الشارقة هو شمسنا الشارقة لما لها شغر يا حاضرين ابشروا سالت جميع الشعوب وادي النبي لي فتكملي جميع الجروب ذا حسن ظني وعند الله علم الغيوب إذا بغى ربنا سهل جميع الصعوب حبه إذا بارك المولى تلقي حبوب من رحمة الله قد طلعت علينا طهوب هبت علينا من المختار طه حبوب كل نشق طيبها لله تلك الطيوب مجمع يقع ما مثله في شمال وجنوب نور النبي فيه خالص قط ما فيه شوب عسى المصفى
وقع مجناه من خير نوب حكيت بصدق ما نافي مقالي كذوب ذا مجمع صدق شو ذا من خيار الحزوب ألا يا حاضرين اسمعوا قولي وشلوا هدوب ألا من بعد ذا اليوم باتوا ستار جميع العيوب ألا من بعد ذا اليوم باتوا غفار جميع الذنوب ألا من بعد ذا اليوم مولانا علينا يتوب ألا يغفر زللنا ويمحي كل وزر وحوب ألا وقفا تقع ما كما في بلاد السلوب ألا يحضر بها المصطفى واله وأهل الغيوب ألا يحضر بها المصطفى واله وأهل الغيوب ألا يحضر بها المصطفى واله وأهل الغيوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه.
أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك المخصص في شرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك أرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيد وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول بحق بجيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا محمد يا سلام سلمنا والمسلمين بنا بخير الأنام وبالمؤمنين يا متين يكفي شر الظالمين وصلى الله وسلم الحمد لله بالعالمين. قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ma'asyiral aba ma'asyiral habaib wal asatidz wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam satu tempat yang mulia, dalam satu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam pada malam yang ke-8 dalam rangkaian majelis Maulid Arba'in. Kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah, yakni Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab atau Habib Ali Jenggot Abang. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini kita mendapatkan rahmat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diangkat segala bala dan musibah di antara kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita mendengar manaqib daripada Al-Habib Ali bin Alwi bin Syihab dan juga Maitul Hasanah, kami akan menyampaikan peringatan Maulid pada malam-malam berikutnya. Malam besok, malam Jumat atau malam yang ke-9 daripada rangkaian majelis Maulid Arba'in, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyid Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab di Lorong Rakyat 14 Ulu. Kemudian malam berikutnya, malam Sabtu, malam yang ke-10, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Mahabbatun Nabi, bertempat di Lorong Sederhana 12 Ulu atau di pinggir dam. Maaf, kami ulangi, 13 Ulu di pinggir dam. Kemudian untuk malam Ahad
Malam ke-11 peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Riyadul Jannah, Lebong Siarang, bertempat di Jalan Mayor Zurbi Bustan atau dekat SMA 17 Simpang 5. Kemudian untuk malam 12, malam Senin, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyid Al-Habib Alwi bin Syekh Asgab di Komplek Asgab 16 Uluh. Demikianlah pengumuman peringatan Maulid pada malam-malam berikutnya. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Alawi bin Al-Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Namun kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan manaqib yang akan disampaikan oleh Sayyid Muhammad Mubarak bin Ahmad Al-Habsyi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub. Fayankuluha min mawatinil ghaflati ila hadrati 'allamil ghuyub. Wassalatu wassalamu ala habibil mahbub syafil ilal mufarrijul kurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa tahannan wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Izinkan Al-Faqir untuk membacakan sedikit dan segelumit tentang kehidupan Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Beliau Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab lahir dan dibesarkan di lingkungan para wali di Hadramaut. Sejak kecil ia dididik dengan disiplin oleh ayahnya sendiri. Namun sejak ayahnya melakukan perjalanan dakwah ke Asia yang akhirnya sampai ke Palembang, pendidikan beliau diteruskan oleh keluarga dan kerabatnya di Hadramaut. Selama di tanah kelahirannya ini, beliau juga banyak menuntut ilmu dari para ulama besar, di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, penulis kitab Iqdul Jawaqidul Jauhariyah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Duror, dan Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segab, ayah Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir As-Segab Jeddah. Setelah pendidikan di Hadramaut terasa cukup, Al-Habib Ali bersama saudaranya Habib Hasan berniat untuk berdakwah ke Asia sekaligus mengunjungi ayahnya yang di Palembang. Namun sesampainya di Singapura, Habib Hasan melanjutkan perjalanannya ke Gresik dan langsung kembali ke Yaman. Sedangkan Al-Habib Ali masih menetap di Singapura, bahkan beliau sempat berdagang dan mempunyai beberapa toko selama di Singapura. Dan di situ beliau berguru dengan Asy-Syaikh Umar Al-Khatib. Setelah beberapa lama di Singapura, beliau melanjutkan perjalanannya ke Palembang. Di sini beliau mendirikan sebuah rumah di perkampungan Alawiyin Sungai Bayas, berhadapan dengan rumah ayahnya yang lebih dikenal dengan sebutan rumah batu. Dikarenakan kegemarannya memuliakan tamu, beliau mendirikan rumah yang terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dikhususkan untuk menampung tamu, lengkap dengan kamar tidur serta kamar mandi. Sedangkan lantai atas menjadi kediaman Al-Habib Ali dan keluarganya. Kegemaran Al-Habib Ali memuliakan tamu ini bukan hanya dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur sekalipun beliau masih menerima tetamunya. Hingga tak heran jika istrinya Asy-Syarifah Ruqayyah binti Abdurrahman Abu Bakar Al-Kab pada hari-hari pertamanya berkeluarga dengan Al-Habib Ali agak kebingungan dan mengira Al-Habib Ali sakit. Dalam keadaan tidur, Al-Habib Ali berdialog dalam bahasa Arab layaknya seorang menerima tamu. Dalam keadaan bangun, ia menyebut nama para wali tersebut yang sudah wafat yang menemuinya di dalam tidurnya. Terlepas dari kegiatan perdagangan, rumah beliau juga difungsikan sebagai majlis taklim. Selain untuk mendidik anak-anaknya, beliau juga mendidik beberapa murid yang belakangan menjadi ulama terkenal kota Palembang, seperti Nungci Agil dan Muallim Umar. Tidak hanya mengajar, Habib Ali pun begitu mengasihi muridnya dengan selalu memberikan uang kepada mereka setiap kali mereka selesai belajar. Dalam majlisnya yang lain, Habib Ali pernah didatangi oleh seorang pemuda yang berpakaian rapi, mengenakan jas dan celana panjang, bergaya seperti Belanda dengan rambut diminyaki dan tersisir rapi. Penampilan pemuda tersebut justru membuat orang tidak begitu kagum karena tidak pas untuk dipakai di majlis taklim. Namun lain halnya dengan Al-Habib Ali, beliau menyambut tamunya dengan hangat,
memeluknya dan mencium tangannya meskipun umurnya masih sangat muda. Setelah pemuda tersebut pulang, Habib Ali pun berkata kepada yang hadir, apakah kalian tahu siapa yang datang tadi? Beliau adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Beliau adalah waliullah yang mendapatkan magam afdal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan, Habib Salim bin Jindan sengaja berpakaian seperti itu dengan maksud mengajak para pemuda agar turut menghadiri majlis taklimnya Al-Habib Ali. Selain di rumahnya, Habib Ali juga mengajar di beberapa tempat lainnya, seperti di rumah Habib Muhammad bin Alwi Pasar Kuto, pesantren Tahtal Yaman di Jambi, dan Madrasah Al-Ihsan 10 Ilir yang merupakan cabang Robito Alawiyah Jakarta. Dalam kesehariannya, Habib Ali terkenal dengan dalam Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi Muhammad SAW, dari pembuatan wafak hingga obat-obatan tradisional yang terkenal mujarab pun ia kuasai. Ia juga sempat mengarang kitab tentang obat-obatan dalam tulisan Arab Melayu yang berjudul Penggirang Hati. Ia juga mengarang beberapa risalah dan mencetaknya. Di antaranya adalah Fathul Mubin, Al-Ghira Al-Alawiyah Al-Ukhuwah Al-Hadramiyah, Tanbihul Anam Anil Jawiyah, Al-Ghira Asy-Syababiyah Al-Sirah Al-Hashimiyah, dan banyak lagi yang lainnya. Menjelang wafatnya, tatkala Al-Habib Ali beristirahat di kamarnya, ada 2 ekor burung berwarna putih mendekat. Kemudian burung tersebut diberinya minyak wangi lalu diterbangkan. Akan tetapi burung itu kembali lagi kepada beliau. Bahkan Habib Muhammad anaknya pun sempat mengusirnya, namun tak juga terbang. Akhirnya Al-Habib Ali paham akan kejadian tersebut. Lalu ia memanggil pembantu setianya yang lagi terbaring sakit, yaitu Sayyidah. Wahai Sayyidah, Israel sudah datang. Dia mau memanggil saya. Lalu Sayyidah pun menjawab, jangan ya Habib, biarkan saya terlebih dahulu. Tolong doakan saya terlebih dahulu. Permohonan Sayyidah ini diulangi sampai 3 kali. Dan akhirnya Sayyidah pun wafat pada waktu maghrib. Malam harinya Al-Habib Ali mempersiapkan kain putih untuk Sayyidah. Dan setelah itu ia kembali ke kamarnya. Sedangkan di teras kamarnya, burung putih tersebut masih ada. Keesokan harinya setelah mandi dan sholat subuh, Habib Ali pun meminta dimandikan lagi, dikarenakan hari itu sahur pertama. Terlebih lagi ada jenazah Sayyidah di rumahnya. Membuat semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, Habib Ali pun memanggil istrinya, wahai Ipah, Israel masih ada di rumah. Dia masih menunggu saya dan saya mau mandi dahulu. Akhirnya Habib Ali pun mandi dibantu oleh anak-anaknya, Habib Muhammad, oleh anaknya Habib Muhammad. Dan setelah selesai mandi, ia pun dibaringkan. Pada saat itu ia berbicara, wahai Israel, apakah sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu ia menoleh kepada istrinya, wahai Ipah, sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali pun mencelupkan kedua tangannya ke air, kemudian berbaring sambil berdoa. Saat itulah beliau menutup usianya bertepatan tanggal 1 Ramadan 1354 Hijriah ataupun 27 November 1935 Masehi. Demikian manaqib singkat Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Semoga kita bisa mendapat meneladaninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi para leluhur-leluhur kita. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf kepada Allah. Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, orang tua kita Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid, guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi,
Al-Habib Hamid bin Ahmad Barakbah dan yang lain-lain. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim kami kepada beliau-beliau. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa diiringi salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini malam ke-8 daripada bulan Rabiul Awal, daripada perayaan Maulid Arba'in ini sudah 8 hari. Sudah dari kemarin mungkin ada beberapa yang membahas, mengkaji tentang bulan Rabiul Awal, atau mungkin habis hari ini besok juga ada guru-guru kita yang membahas tentang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Hari ini Al-Fagir kepengen agak lain dikit. Tidak usah kita bahas Rabiul Awal, kita bahas bulan Muharram. Karena apa? Di situ ada satu tanggal yang sangat mulia, tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Dan tetap balik-baliknya juga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bahas bulan Rabiul Awal, balik-baliknya ke Nabi Muhammad. Kita nak bahas bulan Rajab, ada Isra wal Mi'raj, balik-baliknya ke Nabi Muhammad. Kita nak bahas hari Asyura, balik-baliknya juga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal-tanggal ini semua, hari-hari mulia ini semua tidak akan kita tahu kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyura tanggal 10 Muharram, yauma khalaqallahul arsy. Allah ciptakan arsy di hari Asyura. Yauma khalaqallah Jibril alaihi salam. Allah ciptakan malaikat Jibril di hari Asyura. Yauma khalaqallahul arda. Allah ciptakan bumi ini di hari Asyura. Yauma anzalallah al-matar awal marrah ilal ard. Pertama kalinya Allah turunkan tetesan hujan ke muka bumi ini di hari Asyura. Kemudian anzalallah Sayyidina Adam alaihi salam ilal ard fi yaumi Asyura. Nenek moyang kita, kakek moyang kita Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi di hari Asyura. Kemudian yauma taballah Adam ala Adam alaihi salam fi yaumi Asyura. Allah memberikan taubatnya, menerima taubat Nabi Adam, menerima maaf daripada Nabi Adam di hari Asyura. Di hari itu Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya, sehingga beliau diturunkan ke muka bumi ini, yang mana hikmahnya memang beliau akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Beliau minta ampun kepada Allah berkat sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Muhammad ini, sosok yang namanya Muhammad, ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Allah yang maha tahu. Allah bertanya, dari mana engkau kenal Adam? Wahai Adam, engkau kenal dengan sosok nama Muhammad. Bagaimana aku tidak kenal, kata Nabi Adam. Di sana, di surga, itu di mana-mana nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tiang-tiang arsy ada nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Enggak mungkin ini nama digandeng dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali sosok ini adalah sosok yang paling istimewa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah mengatakan, betul wahai Adam, dan dia adalah keturunanmu. Dia adalah daripada anak cucumu. Maka suatu kalimat yang indah, yang mana bisa kita petik ceritanya, kita petik pelajaran, ambil pelajarannya. Bijahil walad ghufiral walid. Gara-gara anak, bapak dapat ampunan. Gara-gara Nabi Muhammad yang notabene-nya adalah anaknya Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah kebetulan kita cerita ini.
bukan sekedar cerita-cerita asal cerita, namun kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, bapak kita atau ibu kita yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa minta ampun lagi. Mereka tidak bisa istighfar lagi. Mereka tidak bisa taubat lagi. Udah di dalam tanah. Namun kita yang masih hidup, kita yang merupakan anak cucunya, masih bisa mengirimkan pahala kepada mereka. Masih bisa meminta ampunkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang sudah berpulang. Bijahil walad gufiral walid. Sebab anak yang masih hidup, ibu bapak kita yang sudah meninggal bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut kita beberapa ribu tahun selanjutnya, Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang mana beliau, kapal beliau istawat alal judi, berlabuh di bukit judi, terjadi di hari Asyura. Beliau adalah Nabi Allah yang begitu, Nabi Nuh ini contoh kesabaran, ulul azmi, dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ulul azmi, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling tinggi kesabarannya. Dakwah 950 tahun, pengikutnya cuman puluhan orang, tidak sampai 100. Kita bersyukur kepada Allah. Baru habaib kita, orang tua kita ini menggalakkan Maulid Arba'in, menggalakkan majelis-majelis, tidak sampai ribuan tahun, tidak sampai ratusan tahun. Tapi alhamdulillah ramenya, masya Allah, tiap malam tidak pernah sepi daripada mawalid, sore, siang, pagi, hari, ada terus mawalid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berkat jasa-jasa guru-guru kita yang sudah lama-lama, orang tua kita. Nabi Nuh dulu pengikutnya tidak sampai 100 orang. Disuruh Allah bikin kapal, singkat cerita, supaya ini kaum yang sudah kurang ajarnya, udah na'udzubillah min zalik. Dalam surat Nuh itu kalau kita baca, ya Allah jangan sisoi lagi ya Allah, habis-habis kelagalau ini ya Allah. Apakah Nabi Nuh tidak sayang? Bukan tidak sayang. Nabi Nuh sudah investigasi 950 tahun, meneliti, mendakwah, juga tahu karakter kaumnya. Budak kecil sudah dijejeli. Itu Nuh bohong, pendusta itu Nuh. Jangan percaya, ini anak kecil, belum besar ini. Pas dia lah besar, udah ketanam. Dia punya anaknya diajari lagi. Terus. Ya Allah jangan ada lagi ya Allah, habis-habis kelagalau ya Allah. Ini kalau bahasa kita, ya dalam Al-Quran disebutkan. Jangan sisakan lagi. Dari mana Nabi Nuh tahu? Dari penelitiannya, dia membaca karakter daripada kaumnya. Dan Allah suruh bikin kapal. Di pojok bukit, diolok-olok. Nah, Nabi Nuh lah sudah capek jadi pendai apa. Lah sudah capek, lah sudah hilang udah kewarasannya. Bikin kapal di atas bukit. Malam-malam dibuang hajati itu tempat. Kapal yang untuk menyelamatkan umat manusia. Kapal itu kita semua ada dulu di situ. Semua nenek moyang kita, mau bangsa Arab, bangsa Asia, bangsa Eropa, berasal daripada kaum muslimin yang berasal di kapal Nabi Nuh, yang diselamatkan oleh Nabi Nuh dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka datang, itu mereka buang hajat, buang kotoran, buang air besar, buang air kecil, sampai itu apa saya sebut ngoyok di situ, banjir kotoran-kotorannya. Setiap nak buang jadi kayak WC. Sampai suatu hari datang wong buto. Biarlah buto mato ini buto juga, mato hatinya. Nak buang hajat di tempat itu juga. Ketika dia lagi nak buang hajat, terpleset, tercebur rainya itu di kotoran. Dan subhanallahnya sembuh. Nabi Nuh memang pernah ngadu, ya Allah sedih nih anakku. Ibarat kata, woi buat kapal tahu-tahu dikotori. Diolok-olok bela sudah jadilah, ini dikotori pula. Dibuli bukan buli omongan be, tapi dengan kotoran. Kata Allah, jangan khawatir, mereka dewek yang meresihkannya. Dan ternyata benar kejadian. Nyampak itu wong sembuh butonya. Besok pagi heboh. Pacak sembuh ngapo? Karena banyu itu. Karena banyu yang kita buang tiap hari itu. Nyobo siko, baik. Ada yang sakit ini nyobo baik. Ada yang sakit, semua penyakitnya sembuh. Akhirnya mereka berobat kemana? Ke kapalnya Nabi Nuh.
membersihkan dengan kotoran mereka sendiri, bahkan sampai dikoret-koret tak katik sisa lagi. Mereka yang mengotori, mereka yang akan membersihkan. Hari ini banyak terjadi orang yang merendahkan para nabi, merendahkan ilmunya nabi, merendahkan pewarisnya nabi, merendahkan keturunan nabi. Jangan khawatir, insyaallah Allah akan tunjukkan yang mana kebenaran. Orang yang kita lihat akhir ini heboh lagi di medsos dan lain-lain. Dosa melok-melok ya ikhwan, dosa melok-melok ya hadirin. Mereka itu cuma dua kemungkinannya, cuma dua, tak kata kemungkinan yang lain. Satu, al-jahal, tak mengerti sama sekali. Dua, al-hasad, udah terbakar dengan yang namanya al-hasad. Apa yang kita lakukan? Tak usah melok-melok, doakan hidayat untuk mereka. Nabi Muhammad dulu dikatain penyihir, dikatain pembohong, peramal dan lain, tapi Nabi mendoakan mereka dengan kebaikan dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah yauma rafa Allah mulka Sulaiman yauma Asyura. Allah mengangkat kejayaan Raja Sulaiman di hari Asyura. Yauma stajaba li Daud yauma Asyura. Allah taala mengijabah doanya Nabi Daud, harapan-harapan Nabi Daud di hari Asyura. Yauma akhrajallah Yusuf minas sijin. Hari ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara. Beliau di penjara karena difitnah, terfitnah, melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Gara-gara sebenarnya Siti Zulaikha yang ada mau dengan beliau, tapi beliau yang masuk di penjara. Kalau kita dari tempat-tempat inilah kita paham bagaimana kemurnian kesucian para nabi dan rasul. Kalau kita dapat dari sembarang sumber, dari sembarang guru, kacau. Al-Quran pun kalau kita salah menafsirkannya, kita akan yang tidak terpikirkan pada para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran disebut walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi, Zulaikha berkeinginan ke Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf berkeinginan ke Zulaikha. Nah kalau kita baca dari Google atau kita baca terjemahan baik, sama-sama galak sebenarnya. Dia berkeinginan, yang betina berkeinginan, yang lanang juga berkeinginan. Nah, sama-sama, cuman dia inilah sudah diangkat nabi, makanya selamat. Kalau kita mengkaji ilmu dari sumber yang benar, dari orang tua kita, dari guru-guru kita yang soleh, yang jelas sanadnya, kita mendapatkan tafsir yang begitu sopan, yang begitu santun. Hammat bihi, Siti Zulaikha berkeinginan. Hamnya keinginan untuk melampiaskan syahwat, keinginan dengan penuh hasrat dan hawa nafsu. Sedangkan Yusuf juga punya keinginan untuk menghindari daripada bujukan Zulaikha. Inilah pentingnya kita belajar kepada guru-guru kita, mengambil tempat dari tempat-tempat yang mulia seperti yang kita hadiri pada malam hari ini. Beliau beberapa tahun kemudian berjumpa dengan ayahandanya Nabi Allah Yakub di hari Asyura. Dan berkat perjumpaan itu puluhan tahun tidak bertemu, senangnya luar biasa Nabi Yakub sampai matanya yang tadinya sudah rabun, sudah lemah, kembali matanya cerah dan tajam kembali karena perjumpaan dengan kekasih anak yang sangat dicintainya. Mudah-mudahan Allah pun muliakan mata kita, perjumpakan kita dengan Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan beliau kelak di akhirat. Perkenankanlah kami mendapatkan syafaat dengan beliau di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari nar Namrud, dari api Namrud. Api itu terasa dingin, sejuk pada hari Asyura. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di punggungnya Nabi Allah Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi dingin itu api? Tidak membakar sedikit pun kulit beliau, tidak menyakiti beliau. Karena Ibrahim adalah salah satu wadah di antara banyaknya wadah-wadah yang pernah dihampiri oleh cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa diselamatkan dari Fir'aun di hari Asyura. Fir'aun binasa di hari tersebut juga.
di hari Asyura. Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur beliau, cahaya beliau diciptakan di hari Asyura. Lahirnya Nabi ke muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari Senin. Banyak tanda-tanda yang mulia. Goncangnya istana Raja Persia, padamnya api 1000 tahun tidak pernah padam, disembah-sembah oleh orang Majusi, padam di malam kelahiran Nabi. Menyirat sinar yang begitu terang dari arah Syam sampai terang kelihatan gedung-gedung atau bangunan istana yang ada di kota Syam. Peristiwa-peristiwa yang mulia dengan kelahiran Nabi terjadi di malam tersebut, di hari tersebut 12 Rabiul Awal. Namun cahaya Nabi yang mulia diciptakan Allah di hari Asyura. Yang pertama kali sahabat Jabir bertanya, maulidnya sering kita baca tiap hari. Akhbirni an awali syai'in khalaqahullah qablal asya. Kata Jabir, ya Rasulullah, tolong kabarkan aku yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala-galanya. Innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan cahaya kekasihmu Rasulullah dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam maulid tersebut kita baca, kuntu awalan nabiyyuna fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Memang diutus aku akhir, namun diciptakan aku awal. Dalam sebuah cerita juga, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, ada yang nanya, mata kunta nabiyan, Nabi Muhammad kapan jadi nabi? Diutus jadi nabi, sudah jadi nabi itu pas kapan? Kuntun wa adam bainal ruh wal jasad, kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah jadi dapat status predikat nabi. Sayyidina Adam masih antara ruh dan jasad, belum 100% Sayyidina Adam itu tercipta, namun beliau sudah ado. Nur beliau sudah ado. Nur inilah yang menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nur inilah yang membuat itu gajahnya Abraha itu takzim kepada Abdul Muthalib. Waktu Abdul Muthalib ini ceritanya, kalau kita baca surat Abasa, cerita Abraha ini. Abraha itu digelarkan Al-Ashram, yang ada luka di antara bibir dan hidungnya, ada luka. Entah luka dari lahir apa luka karena senjata, wallahu a'lam. Abraha ini sering hasud, kenapa orang pergi ke Ka'bah Baitullah. Bikinlah dia kanisah seperti gereja lah, kuil begitulah. Supaya ayo yang haji jangan ke sana, ke sini aja. Nah, tidak ada yang tahu dengan bangunan yang dibikin Abraha. Buat apa? Ini tidak ada sejarahnya, tidak ada historinya. Sedangkan ini adalah bangunan yang dibangun Nabi oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Rumah pertama ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun di muka bumi ini. Apa yang dibuat Abraha? Apa historinya? Apa istimewanya? Nah, dibuat semegah apapun tidak ada artinya. Namun yang bikin Abraha paling kesel, satu orang dari Bani Kinana datang ke tempat itu, buang air, lalu ditempelkan ke tembok-tembok daripada dinding yang dibikin Abraha itu. Apa dah kecewa, sakit hati, tambah marah. Lalu dia bersumpah ingin menghancurkan kota Mekah. Datang Abraha bawa pasukan gajah. Penduduk Mekah zaman dulu belum ada internet. Kalau kita nak binatang jenis baru apa nak pernah nyengok, tinggal cari, ketik Google, ketemu spesies baru, jenis baru, burung baru, apa namanya, bakteri-bakteri yang tidak pernah kita lihat itu pacak tahu kecil, tapi kalau kita nyengok di Google ketemu macam mana bentuknya. Nah, kalau zaman dulu gajah itu sesuatu yang asing, takut penduduk Mekah dengan gajah. Lari mereka ke bukit berlindung bersama pemimpinnya pada saat itu, Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Diceritakan saat perjumpaan Abdul Muthalib dengan pasukan gajah itu, seekor gajah yang menjadi pemimpinnya yang paling besar itu dia merunduk bagaikan onta. Onta kalau merunduk nak istirahat itu ya, merunduk yang dilakukan oleh si gajah itu, dan dia mengucapkan salam
sejahtera kepada cahaya yang pernah singgah di punggungmu wahai Abdul Muthalib. Sudah lewat. Sudah lewat, cahaya itu sudah ada di rahim Aminah, Sayyidatuna Aminah. Namun asarnya, bekasnya masih ada tersisa pada Abdul Muthalib, membuat itu gajah takzim. Salam sejahtera untuk cahaya yang pernah menjadi tempat, engkau menjadi tempat bagi cahaya tersebut. Bahkan di hadapan Abraha sekalipun, itu Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Karena Abraha datang bukan sekedar cuman namanya nak ngancurkan Ka'bah, juga berbikin kerusakan, koronaran, jarah sana jarah sini, onto-onto, ternak-ternak dirampasin sama dia. Abdul Muthalib datang, hai Abraha, balik ke onto-onto aku yang kau rampas. Balik ke onto-onto aku, onto-onto kami yang kau rampas. Yang namanya raja zolim, nak menjajah, nak nyerang. Tiba-tiba biasa pecak wong yang ngeri macam itu, pecak wong yang hormat, pecak ngadepi pejabat depan Abdul Muthalib itu. Padahal dia dengan sombongnya, gagahnya dengan pasukan gajah depan Abdul Muthalib. Baiklah katanya, aku balik ke onto kamu. Baiklah, aku mbeklah kembali onto-onto yang kami rampas itu, kembalikan lagi. Tapi aku ada satu pertanyaan. Kenapa engkau cuman minta onto? Kenapa tidak ada minta urungkan be? Kami nak menyerang ini, urungkan penyerangan ini wahai Abraha. Jangan serang Ka'bah. Kenapa tidak minta urungkan serangan ini? Cuman minta balikkan onto. Jawaban Abdul Muthalib yang terkenal, ana Rabbul Ibil. Allah Rabbul Ka'bah. Saya pemilik unta, saya akan menuntut milik saya. Allah pemilik Ka'bah. Nanti Allah tuntut, tunggu baik apa yang akan kau rasakan. Konon, kenapa penyebab daripada Abraha gentar ngadepi Abdul Muthalib itu bukan cak ngadepi wong yang nak diserang. Kenapa dia gentar? Kenapa dia segan? Sebab cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menempel di dalam tubuh Abdul Muthalib. Sayyidina Abdullah, bapak Nabi, waktu masih bujang, digiloi oleh perempuan-perempuan. Minta dikanteni gelo sama Sayyidina Abdullah. Ganteng, cahayanya itu luar biasa. Wong ganteng banyak, namun ada sesuatu yang beda pada Sayyidina Abdullah. Minta dikanteni gelo. Ngejar-ngejar Sayyidina Abdullah. Sampai ada satu perempuan yang mana dia bisa membaca kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran, bisa ahlu kitab lah. Ya. Dia minta tawar, dia nawai Abdullah, kanteni aku zuati aku Abdullah. Ya, kenapa? Dia berharap dia menjadi wadah cahaya yang ada di Pak Abdullah itu. Dia bisa baca kitab suci, dia tahu ciri-cirinya. Cahaya ini, aku pengen jadi ibunya. Jadi rahim yang menampung manusia utusan Allah yang paling mulia ini. Abdullah tidak galak. Suatu hari Abdullah diajak oleh ayahnya Abdul Muthalib meminang Sayyidatuna Aminah, menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Kemudian cahaya tersebut berpindah dari sulbi Abdullah ila batniha, kepada rahim Siti Aminah. Tiba untuk dilahirkan tidak lama lagi. Saat itu Abdullah keluar dan berjumpa dengan wanita yang setiap hari menawarkan diri tadi. Abdullah nyengok Tino ini kok biasa baik. Wahai perempuan, kenapa tidak ada makso-makso kayak kemarin? Kawini aku. Kenapa hari ini biasa be? Tidak galak lagi aku. Katik lagi cahaya. Cahayanya sudah tak katik lagi. Sudah pindah ke rahim istrinya. Sudah pindah kepada Sayyidatuna Aminah. Cahaya ini cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang terang di muka bumi ini, terang lampu PLN ini. Namun yang kita lebih harapkan terangnya hati kita karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangnya barzah karena kita pernah duduk membaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangnya kehidupan kita di akhirat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seorang istri Nabi pernah nyait. Lampunya bukan lampu kayak sekarang ini, lampu lilin, ya lampu itulah ya, lampu pakai minyak, pakai sumbu macam itu. Mati lampunya, mati lampunya. Tak kejinguan, jagumnya mano, benangnya mano, nyampak tak kejinguan, gelap. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berada di rumah. Wahai Rasulullah, kata dia, tolong masuk, tolong masuk ke bilik wahai Rasulullah. Rasulullah masuk ke bilik, terang biliknya. Terang biliknya, kelihatan jarumnya. Pacak dia ngembek jarum. Kalau ada rumah ditinggali Nabi, tak perlu lampu lagi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj. Kalau ada rumah tinggal Nabi di jeronya, tak butuh kepada lampu. Wa maridin anta aiduhu, kalau ada wong sakit Nabi kunjungi, qad atahullahu bil faraji, Allah berikan kesembuhan. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullah bil faraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nur cinta Nabi Muhammad itu ada di hati kita, kita bawa dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih untuk para hadirin atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekhilafan dan kesalahan. Kemudian sekalian tidak ada kata konteksnya dengan Maulid Arba'in malam ini, sekalian mumpung lagi tegak di majelis yang mulia ini, nak ngundang tanggal 12 Rabiul Awal ada acara milad Ma'had Ribatul Muhibbin, sekalian juga ada akdun nikah. Mudah-mudahan hadirin bisa hadir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya, mohon maaf untuk segala kesilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بنية الشفاء والصحة واللطف والعافية الهبابة الشريفة زينب بنت أبو بكر بن شهاب، وللشريفة فاطمة الزهراء بنت محمد بن شهاب، ولمن أوصانا بالشفاء اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما. على هدينا وكن صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.